عاملين؟ قبل ما نبدا اي حاجه خلينا نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويا ريت كمان تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وده بقى عشان يوصلك كل حكاياتنا الجديده. عرفنا في الجزء اللي فات ان رين اكتسب قوه سحريه جباره بفضل عقده مع تانيا، واللي قدر كمان بفضلها يدمر سرب كامل من السلايم اللي كان بيعوث في حقول المزارعين فسادا، وده يرجع لقدرتها الغير طبيعيه على التكاثر. وعرفنا كمان ماضي رين الحزين وان قريته ابيدت بالكامل بفعل ملك الشياطين، وظل على ذلك الحال الى ان التقى بفرقه البطل اللي كان فاكر ساعتها ان حياته هتتغير لما ينضم لفريق البطل، ولكن الحقيقه كانت غير كده خالص. عاملوه بكل قسوه وطردوه بعد ما استغلوه بابشع الطرق، ودلوقتي راجعين تاني عشان يخلوه يرجع من جديد. ما شفتش بجاحه اكتر من كده. فيا ترى هتعمل ايه يا رين؟ وايه حقيقه القتال اللي دار بينهم؟ فلو فعلا طلع الكلام ده بجد مين هيكون المنتصر؟ دي شكلها هتبقى مجزره. تعالوا بينا نكمل باقي الحكايه. بتبدا الحكايه برين في الغابه. رين قابل الابطال لاول مره بعد طرده، بيقول له اريوس عدى وقت كبير قوي من اخر مره شفتك فيها يا رين. رين ما بيردش عليه، بيقول له اريوس انت لسه زعلان من اللي حصل ولا ايه؟ احنا كنا حتى في نفس الفريق قبل كده. بتقول له تانية انت بتقول انكم كنتم اصدقاء، يعني على كلامك فانتم فريق البطل مش كده؟ ما تلم شويه حيواناتك اللي طالقهم علينا دول. الظاهر ان الوقت اللي قضيته مع الحيوانات دي جنك مش كده ولا ايه يا رين؟ وعينك ما تشوف الا وش اريوس وهو بيتمسح بالارض. بيغضب البطل وبيقول لرين تعال ننهي الموضوع ده بقتال، وكان بها. كنادي امام الصلعه الجباره، وتانية امام كل من لين ومينا، ورين امام اريوس، وانطلق القتال. كنادي بتشن هجوم قوي جدا، والظاهر انه بيعاني امام وابل الضربات المستمر، وبيقول دي مش سريعه وبس، ده حتى كل ضربه اقوى من التانية. وبيظهر اخيرا قوته. كنادي دي فعلا ما بتهزرش، انا لازم اطلع كل اللي عندي، انا هظهر نصف اللي عندي. ودي كانت الكلمات اللي انهت امال عمنا ده. ايه يا عم مالك؟ امسك نفسك شويه. من كتر الخوف ما عادش قادر حتى يمسك سلاحه، وبيتلو كلماته الاخيره وبيقول ازاي شخص بالقوه دي بيخدم رين المثير للشفقه. بتقول له كنادي هو انت يا ابني لسه مش مستوعب ان رين اقوى منكم كلكم وخلصت عليه؟ وبكده بيكون المنتصر في اول معركه هو كنادي. في الجانب الاخر نروح بقى لتانية اللي حرفيا اتمتعت بكل لحظه في قتالها. بتقول لهم تانية انا كان نفسي اواجه البطل احسن من مواجهه شويه الحشرات دي، بس المره دي هسيب رين ياخد حقه. بتقول لها لين خلي بالك من كلامك، انت ازاي بتهيني فريق البطل وبتشنني بهجمه اقوى؟ ولكن النتيجه نفسها قوتها تكاد لا تصدق. بيحاولوا تاني ورافضين انهم يصدقوا الكلام، وشنوا وابل من الهجمات بمختلف انواع السحر اللي تانية وبكل سهوله حطمت املهم. وبتقول لهم انتوا كده خلصتوا؟ انتوا مفكرين ان اهانتكم لرين هتعدي بالساهل كده؟ خلينا اوريكم السحر الحقيقي عامل ازاي. كفايه عليكم اوريكم سحر من المستوى التاني بس. وكل اللي جاي على لسان مينا ولين يا واخيرا وليس اخرا الوجبه الدسمه. رين امام اريوس اللي بيقول له يا ابني انت مجنون، انت بتواجه البطل. وبيهجم على رين وبيقول له مش عاوز اسمع منك حاجه. اريوس بيهجم عليه بسلسله من الهجمات. بيضحك اريوس ضحكه خبيثه، ووقتها بيهجم على رين بهجوم سحري وبيقول له انت نسيت اني بملك سحر البطل ولا ايه؟ بيهجم عليه بهجوم سحري ورين بيرد بهجوم مقارب ليه في القوه، وبيشن عليه اريوس هجمات متتاليه بمختلف انواع السحر وحطها. سيبك بقى من كل ده، انت لازم تدفع ثمن اهانتك اصدقائي. ولكن رين حرفيا كان هيسوي دماغه بالارض بس اللي يغمى عليه من الخوف ده. وبكده بيكون رين قضى تماما على فريق البطل. فهل فعلا هيقدر يعمل اللي ما قدرش عليه فريق البطل؟